السلام عليكم. بدرية طلبة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهاتها وبتقول الفنانين هم أسياد البلد. والقبض على البلوجرز موري ست الكل في عين شمس والمعروفة باسم أم عدي. أما بالنسبة لسلمى الراحلة فهي بتقول أي حد غني أو فنان ولقى واحد فقير وعايز مساعدة ما يساعدوش. ومروة يسري أو مروة بنت مبارك زي ما متعارف عليها إعلاميا بتستغيث وبتقول ساعدوني والحقوني. أما بالنسبة لأحمد وهبة ففي حالة صدام بينه وبين الفيومي. يلا بينا نبدأ بأول موضوع، بس قبل ما تشوف الفيديو أتمنى منك تعمل لي لايك وكومنت برأيك وسبسكرايب للقناة علشان الفترة الجاية إن شاء الله أنزل لكم فيديوهات مهمة جدا. اول موضوع معانا وهي بدرية طلبة. بدرية طلبة ممثلة كوميدية جامدة جدا واحنا كلنا بنحبها، بس لما مروة يسري او المعروفة اعلاميا مروة بنت مبارك زي ما هي ما بتقول طلعت وقالت في اللايفات بتاعتها عن الفنانة وفاء عامر، قالت في فيديوهات ليها على تيك توك انتوا زعلانين من الفنانين دول اسيادكم، زعلانين كمان علشان احنا عندنا فيلل ومعانا فلوس، كمان بنفتح لايفات على تيك توك وبنكسب منه عن طريق الدعم. يلا بينا نشوف الفيديو. عندك ليه من هنا عشان المكان ده بيطلع فيه كتير. عصابة بقيس بيته بنشتغل في الفن، ناخد فلوس ومنورين مشهورين، وكمان هنقعد على التيك توك ناخد اللي بيجيلكوا احنا هناخده. وعندنا اعضاء كتير في الجروب، اعضاء غلابة كتير في الجروب بنعالجهم. مروة صح اتاخدت. احنا اسياد البلد اتاخدت. احنا السفرة برا، احنا اللي بنمثل بلدنا مش اشكالكم انتوا. اما بالنسبة للبلوجرز موري ست الكل فهي اتقبض عليها امبارح وكان في ما بينها وما بين ليلى شبح خلافات. يلا بينا نشوف الفيديو. اللي في الدول رايح جاي ام عدي، اللي في الدول رايح جاي الدول خلاص، يعني كفايه عليك قوي كده. طبعا انا بعتذر لكم عن الفيديو، انا مش فاهمه ايه الطريقه دي. وتالت موضوع معانا سلمى الراحله وهي بتتكلم في فيديو كلام غريب جدا. لكل المشاهير على مستوى العالم، لكل الناس المعروفه، اوعى ياخد بيكوا رأفة بحد تعبان، لو شفتوه بيموت اعملوا له بلوك. اوعى حد يروح لحد مستشفى، ولا حد يروح لحد بيت، ولا حد يزور حد، ولا حد يساعد حد. ولو حد دخلك على الخاص وقال لك عايز مساعده اعمل له بلوك وطف عليه. لو حد طلب منك صديق بالتليفون طف عليه في التليفون. اوعى مشهور يدي فلوس لحد غلب. عايز تدعم وتعمل مش عارفه ايه، خش ادعم الفنانين والمعروفين والناس. اوعى تساعد غلبان، اوعى تساعد حد غلبان. بحذر كل الناس، ولا تروح للناس ولا تزورهم، ولا لو لقيت حد ميت في الشارع زقه برجلك. اما بالنسبه لمروه يسري او المعروفه اعلاميا بمروه بنت مبارك فهي محتاجه مساعده ونفسيتها زيرو وفي ناس زعلانين علشانها. يلا بينا نسمع الفيديو. جميل انا تعبانه وطالعه بتكلم ومش قادره اخد نفسي. جميل اتحققوا من كل حاجه قلتها في الفيديوهات، وتحققوا مني انا بنت الرئيس حسني مبارك. جميل وتحولت للمستشفى اكتر من 4 مرات واتعمل لي تحاليل بصمه وراثيه. مش في احسن حال وانا زعلانه وحزينه عشان نفسيتها مش حلوه، ولما بييجوا يودوا لها الاكل محدش بيرضى يدخلهم ليها. انا مش عارفه في ايه. انا طبعا بتقدم لرئيس الجمهوريه الشامخ عبد الفتاح السيسي اللي هو محتويها اساسا انه يعرف بالمعلومات ديت ان هم مش محتويينها ومش مبسوطه جوه. ودوت طبعا جه على لسان المحامي بتاعها لما سالتها عليه. وبعد كده عندنا برضه بقدم طلب رجاء للوزير الشامخ اللي احنا بنفتخر بيه، وزير الداخليه محمود توفيق ربنا يحفظه. فشوفوا مروه، حافظوا عليها. مروه فتحت لكم الابواب على اللي هم بيتاجروا في الاموال، بيعملوا كالفجوه في الاقتصاد المصري، وانهم بيقدموا محتوى مش كويس. وبعدين اتكلمت عن تجاره الاعضاء، فتحت ابواب كتير. مروه بتحب مصر
وبتحب تراب مصر وفدا مصر لازم نحافظ عليها. ده احنا كنا مبسوطين انها معاك وفي ايد امنه، عشان احنا خايفين عليها لان هي عايزين يعني يعملوا فيها حاجه مش كويسه، يعني حياتها بين ايديكم، احنا يعني بنتفائل بيها خير عشان انتم الامن بالنسبه لها. بس احنا عايزين نفسيتها تبقى احسن من كده، ولما يكون حد عايز يزورها يدخل يزورها. حافظوا عليها. مروه ما عملتش اي حاجه وحشه، مروه قدمت لمصر كل شيء حلو. كمان انتوا مروه اتعذبت كتير واتحرمت من اولادها، من الناس اللي بيحبوها عشان يقولوا هي بنت الرئيس او مش بنت الرئيس، اتحرمت منهم كتير. ساعدوها، اقفوا معاها، احنا زعلانين عشانها. وطبعا كل الحقائق بانت قدامكم وكل الدلائل بانت قدامكم. اقفوا معاها، اقفوا مع مروه حبيبتكم. بعد كده بتكلم على مصر الشامخه، مصر العظيمه. لولا ان ربنا اداها رئيس شامخ زي عبد الفتاح السيسي ما كانش اقتصادها وقف على رجله، كانت مهلهله. لولا ان فيها جيش مش خاين وبيحب بلده كانت وقعت زي الجيوش التانية والبلاد التانية. لولا ان فيها شعب يتحمل الجوع والعطش ويتحمل كل شيء في تراب مصر ما كانتش تبقى مصر. مصر ما فيش زيها. مصر تحيا مصر وتحيا اهل غزة. أما بالنسبة لأحمد وهبة فموضوع كبير، وبصراحة الموضوع ما ينفعش يتشرح، لازم تسمعوا الفيديوهات بنفسكم. يلا بينا نسمع الفيديوهات. بس هي نقطة واحدة بس عاوز افهمها، المعايير اللي حضرتك بتختار بيها الشباب والبنات اللي بتضمهم للوكالة، حضرتك بتختار شباب وبنات للأسف مش واجهة مشرفة لمصر، حضرتك بتخرج أسوأ ما فينا تخليهم نجوم مجتمع يصدروا للعالم كله ان بنات مصر من الاخر سافلين، ان شباب مصر شحاتين، ان رجاله مصر مستنيين الجنيه من كل خليجي ومن كل عربي. حضرتك ليه بتخرج الناس دي وتخليهم نجوم مجتمع وبتلمعهم وتكبرهم؟ طب ما في مواهب كتيره في مصر، حضرتك ما بتحطش عينيك عليها ليه؟ ليه دايما كل واحد وواحده بيخرجوا او بينضموا للوكاله او بيجوا مهرجان او بيروحوا مؤتمر اللي حضرتك عامله او اي مناسبه، ليه دايما بشوف اسوأ سيدات مصر موجودين، اسوأ بنات مصر، اسوأ شباب مصر؟ عندنا ناس كتيره في البلد عندهم محتوى هادف، محتوى يفيد المجتمع ويفيد مصر كلها يا استاذ احمد. ليه دايما بتطلع الناس اللي بتجري ورا الترند وبتجري ورا الفلوس وتبيع اعضائها وتبيع جسمها وتبيع كرامتها وتبيع شخصيتها وتطلعهم للعالم كلهم ان دولت هم نجوم مصر ونجوم السوشيال ميديا في مصر؟ ليه دايما حضرتك بتاخد الناس دي؟ دي النقطه الوحيده اللي انا واخدها على حضرتك، دي اللي مزعلاني منك، اللي مزعلني من احمد وهبه ان هو بيصدر اسوأ ما في شباب وبنات مصر يخليهم نجوم مجتمع. ليه يا فندم؟ ممكن تديني اسامي كل اللي منضمين للوكاله حضرتك، كل الاولاد والبنات اللي زعلوا من حاجه في الوكاله وطلعوا، يعني انا هديك اسماء كل اللي منضمين، مداهم، اسماء محفوظ، نورهان، لا اديني الاسامي اللي مزعلاك يعني. مش مزعلني مش انا، عندي في الوكاله، ممكن تهدى بس شويه كده. انا معاك. اسم يا سيدة الفاضل، اسم عشان كده بس يعني. بس انت طالع تقول كلمتين ولا طالع تتناقش في لا طلع اتناقش طبعا عشان نوصل لحل. طيب نبتدي باسم اسم كده من اللي انت شايفهم اي حاجه. الاسم الاول ايه؟ مداهم. مش عندي في الوكاله ودخلت البرنامج لقيته مشهور. الاسم الثاني؟ نورهان حفظي. مش عندي في الوكاله ودخلت البرنامج لقيتها مشهور. الاسم الثالث ايه؟ اسماء. مش عندي في الوكاله ودخلت البرنامج. امال انت عايز ايه؟ حضرتك حبيبي فن الرد، بس الرد على قد السؤال يا فندم، ما توهنيش. قلت لي انا عندي 5000 واحد في الوكاله، هات لي واحد فاد مصر وفاد شباب مصر وبنات مصر، هات لي واحد بيقدم محتوى هادف لمصر يا فندم في الوكاله بتاعتك. فاد مصر؟ انت هات لي واحد على البرنامج اصلا بقى كله. انا مش دعوه بحد، انا فدت مصر. عملت ايه انت؟ انا مؤسس ائتلاف شباب الثوره المصريه محمد فتحي الفيومي، مؤسس اتحاد بنات مصر، انا اللي منعت عن وزاره الدفاع ان هي تولع، انا اللي وقفت الجيش، انا اللي وقفت في ظهر السيسي، انا محمد فتحي الفيومي يا فندم. لو ما تعرفنيش يا فندم ادخل على صفحتي واعرف مين هو محمد فتحي الفيومي قبل ما تتكلم تقول لي انت عملت ايه لمصر. انا قدمت عمري كله لمصر، انا اللي كنت باجي وسط ضرب النار عشان احمي المصريين. نعم بتقول ايه يا فندم؟ ولا تزلنا عنه. انا مش طالع اذلك، بتقول لي انت قدمت ايه لمصر؟ لا انا قدمت كتير بس ما بطلعش على الاعلام اهيص زيكم، ما بطلعش اقول عملت وعملت وعملت، لان مش مستني جنيه. انا طالع دلوقتي اقول لك الكلام ده عشان انت وجه مسيء لمصر، انت اللي خرجت البنات والشباب اللي ما لهمش لازمه وخليتهم نجوم مجتمع، انت السبب في انهيار الذوق العام في مصر، انت ووكالتك، انت السبب يا احمد يا وهبه في دمار المجتمع المصري، وخليت الشباب والبنات يجروا ورا الدولارات ويجروا هنا وهنا بدل ما ينزلوا يتعلموا صنعه ويشتغلوا عمل شريف، خليتهم كلهم يجروا ورا الكاميرات. انت السبب يا احمد يا وهبه في دمار الذوق العام في المجتمع المصري، ولو هتتحاسب تتحاسب على التهمه دي بس. انا ماليش دعوه جبت فلوسك منين، انا ماليش دعوه بتاجر في الاعضاء ولا لا، انا ماليش دعوه بكل الكلام ده، انا ليا دعوه بحاجه واحده، انهيار الذوق المصري، انت سبب ركيز فيه. وشكرا يا بيه. مظبوط. أما آخر موضوع معانا وأغرب موضوع وهو محمد رمضان. الفنان كان منزل صورة ليه مع لورا ترامب، وكان في بوستات نزلت يعني لما نزل الصورة دي وقالوا ترامب لها نشاط خيري لمساعدة كلاب الشوارع، وكانت عاملة حفلة بتلمي فيها تبرعات، سعر الحضور فيها $1000، ولو عايز تتصور معاها تدفع $3500 ومرفق صورة التيكت. طبعا نمبر 1 على كلامهم يعني راح دفع $3500 علشان يتصور معاها ويعمل مهم وعالمي. المشكلة وباقي البوست مش مهم،
محمد رمضان قال ده حق الرد للي قاله كلام كتير غير صحيح. انا سافرت من مصر الى نيويورك بدعوة من لورا ترامب شخصيا لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريب، ودعتني لحضور ايفنت لدعم الموسيقى في العالم مش لدعم كلاب الشوارع، مع كامل عطفي لكلاب الشوارع والكلاب اللي شككوا في مصداقيتي. وبالمناسبة الحلوة دي اغنيتي مفيش طبطبة يوم الاربعاء الساعة 4 بتوقيت مصر، وثقة في اللانجاح. والله انا شايفة ان كلمة كلاب مش حلوة منك يا فنان. وبس كده، هو موضوع غريب في فترة غريبة برضو، يا ترى يقصد بها ايه الفنان؟ خصوصا ان اخواتنا جعانين وبيموتوا من الجوع زي ما انتوا عارفين. فياريت تقولولي رأيكم في الكومنتات، وكمان في مواضيع تانية اهم زي مافيا تجارة الاعضاء ومافيا غسيل الاموال. ياريت تقولولي رأيكم، وباي باي.